شلون قفل الباب؟ حبيباتي انا شوف طريقه الاستحمام. انا عندي تعرفون الصابونه ذي اللي من عبد الصمد الغرشي المسك، كنا صابونه، تعرفونه ولا لا؟ اللي تعرفه ترفع لي يدها، جعل يدها للجنه ما تلمسها النار. تعرفونه الغرشي؟ ايه الغرشي تعرفونه. هذا يا حبيباتي ترى سعره مره، حتى تاخذون البوكس كذا ترى ما يوصل مره، سعره رخيص مره. شوفوا انا اجيب لكم اشياء ترى انا استخدمها، لان انا ما بيها كذا بقول لكم ان المسك جايبته من المكان الفلاني، القطعه اللي كذا 2000 3000، والله انه ما يصل حتى 70 ريال. ترى بوكس كذا انتم عارفين اللي يجيبه ترى يعرفه. هذا تجيبينه يا حبيبتي، تاخذين لك قطعه كذا، ها ضرس سكر، ثم تبشرينها بشر مكعب عادي، مكعبه وصابونه نفس الشيء يعني، هو مربع كله، ثم تبشرينها كذا تمام. هذا مسك لا يا شو اسمه، في ناس يسوونها يعني ما يستخدمونه حزة الشاور كذا، حسب بعضها لا، ثم تجلد جسمها كذا، حطت جسمها مرطب لوشن، ثم جابتها صابونه كذا. لا يا حبيبتي كذا وش احس ما ادري كيف. انت يوم تسبحي لا ابشرها، انا عن نفسي ابشرها، حط فازلين شوي. انتم ما تحبون الفازلين، بعض يقول الفازلين والله العظيم اقسم بالله ورب الكعبه اذا استخدمتوه شهر، وتعالوا هنا بنات اذا مو صح احضروني بقفل اللايف شهر عشانكم. ثم نحطي فازلين، انا ودي اقيس لكم دقيقه باكل خاشوقتي. تمام، تبشرين لك واحده او اثنين عاد انت حسب اذا ضخمه كذا يبي لك ضرسين. اتكلم لكم بلهجتي يعني تمام، بس انا دائما مخفيتها. ثم تجيبي لك 3 فازلين او 4، ولا اقول لك الفازلين حتى اذا زودتي ترى عادي، لو تحطي لك علبه كذا ترى عادي. اوكي ترى عادي الفازلين، مو قلنا لازم تقيسين، لا زودي فازلين. انت قديش ما تبين انه تبينها انها تكون معك في الحمام، كيف استخدامك كثري فازلين ما يهم، لكن حضري احط لك ضرسين بشريه باشر. بقول لك شيء يا حبيبتي تقول الفازلين ايش تدير، الحين علمك ايش تسوين. بعدها تعرفون زيت الاطفال نونو الظاهر، انا ما اجيب نونو الثاني، بس المهم حق الاطفال حق المواليد صغار. هذا جونسون، ايوه ترى انا عارفه اسمه، بس انا عندي مشكله بالاحرف ترى ما اقدر انطقها. جونسون، ايوه جونسون، شويه يعني عندي النطق القاف والقين احيانا ترى ما انطق القاف اللي ابو نقطتين. سكر الباب والكم صقر تمام. تجيبينها تبشرينها سكر الباب، تبشرينها تخلطينهم مع بعض. حطي زيت اطفال بما انه عشان يصير مرج زياده. سكري الباب، قفلي الباب، وطي التلفزيون. طيب انا قايله انها جديده، ترى كل الخلطات في ناس قد استخدمتها، كل طريقته يعني، بل انه انا ما جبت شيء جديد، ادري اني ما جبت شيء جديد، الكل يعرفه ترى. ثم تجيبي لك شيء كذا، والله ما ادري ايش يا والله العظيم انا لازم اخلطها قدامكم. عندك علبه ما تبي روحي لابو 5، ترى العلب ب5 ريال تجيبينها العلبه اللي كذا، ثم تحطينها فيها. واذا تبين ايش كثر ما انت تبينه مرج ورخو يعني يكون يوم تدهنينه كذا بسرعه، حطي لي 4 اكواب جونسون. انا ترى قلت لكم عندي مشكله بالنطق حق الزيت. ثم ندمجيه وتحطين عطر ولوشن تخلطين، ترى العطر على الجسم ما يصلح. قسم بالله يا بنات، قسم بالله تسبحي لا تجفين جسمك مره، يعني يكون في ادلجي جسمك كذا قولي وربي حتى بس لا الوجه كذا لا تحطين، ما يصلح الوجه كلك ابعطك جسمك رجولك. قسم بالله يعني انت قبل لا تجفي، يعني انت جففتي جسمك فيه رطوبه تمام، ادهني جسمك والبسي لبسك. اتحداك اذا على قولتك الفازلين يدبق ويعي ما يضبط جسمك يشربه يا حبيبتي، لان الجسم لازم ترطيب.
يعني انت الحين انا ما جايب لكم ترطيبات ما ادري ايش، ترى كلها معروفه وانتم تعرفونها. يعني ليش الحين انت اذا زرعتي لك شجره زيتون في البيت، شجره زيتون وما تسقينها، تسقينها كل 3 أسابيع 4 أسابيع مره، تمام؟ وهو بالاصح لازم تسقينها يوم اي يوم لا. الحين حتى الورد اذا زاد بالمويه يموت، لكن وشو هو عشان ما يموت كل 3 أيام او يوم اي يوم لا نسقيه مويه، تمام؟ فانت تجين من حظ الاسود ذا تسقينه كل شهر، لا كل اسبوعين. حتى وش يصير فيه؟ أشجار الزيتون وش يصير فيها؟ احتمال تطلع لكن ما فيها لا تثمر ومقطط عروقها وما يعني ما في شيء، تمام؟ فالجسم يا حياتي يا عمري يا حبيباتي يا بناتي، يعني في صغار أصغر مني يا خياتي وفي كبار بالعمر، والله في إن كبار بالعمر يتابعون، والله إن يجوني بسناب يقولون تقول عمري كذا، أمي وأبوي يتابعونك والله. فوش تسوين إذا ما الجسم أنت إذا ما تظلين ترطبين وتشربين موية، حتى نقول التغذية، أوكي التغذية كلنا أنا ترى ما أتغذى والله العظيم، حتى أكلي مرة ضعيف، لكن أنا أرطب، أنا جسمي أرطبه. فأنت عادي يا عمري، فأنت عادي يا حبيبتي يا عمري، جسم ما شاء الله، واقفة كنت خيشة أو كنت شجرة زيتون طالعة الحالة بالربع الخالي. ثم انت لا ترطبين لا تسقير جسمك، ترى الجسم زي الشجر، زي الشجر والله، لازم وانت